السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفة ان الجو ساقعة وولادنا بيمتحنوا، فهنعمل حاجة حلوة وسهلة وعلى قد ايدينا. كل حاجة في البيت. يلا نعمل الكنافة بالكريمة او بالمهلبية زي ما انتوا بتسموها. انا جبت نص كيلو كنافة، ما حطيتهاش في الفريزر ولا اي حاجة، وطلعت زي الفل. واحلى كمان لما تحطيها في الفريزر، ما خدتش مني وقت ولا اي حاجة. 10 دقايق على البوتاجاز من فوق. قطعتها بالمقص، وحطيت معلقتين 3 سمنة كده، سمنة بلدي بقى، سمنة كريستال، سمن أي نوع سمن. والله حتى لو زيت هتعملي حاجة حلوة لولادك. حمرتها حلوة أوي وخليت لونها ذهبي كده جميل زي ما انتوا شايفين معايا. نص كيلو قطعته زي ما قلت لكم بالمقص، وابتديت ايه ما احطش النص كيلو مره واحده. لا، انا حمرت نصها وشلتها، وحمرت التاني ورحت دلقه الاولاني النص اللي انا حمرته على التاني عشان ياخدوا لون مع بعض حلو. وكده الحمد لله احمرت وبقى لونها زي ما انتوا شايفين زي العسل. دلوقتي بقى جبت نص كيلو لبن حليب، او اللي هو في الاكياس نيدو، او اسمه ايه ده، بخيره عادي. وحطيت معلقتين نشا، وهحط برضو معلقتين سكر بس صغيرين، بودر، يعني سكر مطحون. وحطيت كمان حاجة جميلة هتخلي لي المهلبية بتاعتي عاملة زي الكريمة بالظبط، هو كيس نيدو. ولو عندك علبة قشطة برضو مش هتخسر، وهتبقى طعمها حلو زي ما احنا عاملينها كده. انا اللبن بتاعي بخير، يعني لبن حليب بس كامل الدسم، في منتهى الجمال اللبن ده. قشطته عالية جدا لاني جربته قبل كده من حد موثوق فيه. فانا قلبت اللبن والنشا، واحط معلقتين سكر طحناهم. والله ما كانش عندي سكر، عندي سكر خشن، فطحنت كوباية سكر كده في المطحنة، وحطيت معلقتين بس عشان السكر ما يبقاش كتير، لان انا عاملة شربات. الشربات بتاعي حطيت كوبايتين سكر، عاملاه من الاول طبعا، لان كنت عاملة قبل كده حاجة حلوة اللي هو الجلاش، وفاض الشربات بتاعه فمش هرميه. حطيته في التلاجة، ولما جيت عملت الكنافة آه نفعني في الكنافة، ما عملت الشربات. فهقلب بقى قدامكم كده، برضو مش هياخد كام دقيقة كده على النار، بس ايدك فيه. تقلبي فيه كده شوية علشان هو بيتقل بسرعة، ما بيكملش دقيقتين وتبصي تلاقي الايه، اللبن بتاعك سخن. بس احنا الحمد لله قلبنا كل حاجة على البارد، وانتوا عارفين لازم ايديكم تبقى فيه كده عشان ما يكلكعش منها. تمام. يا رب تعجبكم، ويا رب كل اللي عنده اولاد ربنا يوفقهم وينجحهم ويفرحنا بيهم، ويسترها عليهم ويحفظهم ويبارك فيهم يا رب. اللهم امين. ما تنسوش بقى اللي وصل معايا لحد اللحظة دي كده، يعمل لنا اشتراك ولايك وكومنت حلو منه عشان نكبر بيكم ان شاء الله. ربنا يوفق الجميع. فانا خلاص زي ما انتم شايفين كده الدخان طالع اهو. يعني ابتدت خلاص بتستوي، بس لازم اتاكد عشان النشا تستوي معايا، المعلقتين النشا. تمام كده. انا عامله العسل، بقول لكم انا عامله العسل ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، تقيل وجميل جدا. كوبايتين سكر، وحطي كوبايه ونص ميه، انا عملت كده بصراحه، ونص ليمونه وباكو فانيليا، بيدي ريحه حلوه والطعم حلو. وبألف هنا كده زي ما انتوا شايفين هي استوت. هي المفروض ان انا كنت حطيت كمان يعني نص كوبايه حتى لبن او حليب كمان، عشان انتوا عارفين ان الكريمة في الشتاء بالذات بتتقل، في الصيف لا بتبقى حلوة. كل شوية المضرب ده، السلك السيليكون ده يفلت، نجيب واحد غيره ان شاء الله.
هو كل ما اجيب واحد الايد تفلت مني، فنمسكه كده احسن. فكده خلاص انا اتأكدت ان هي تمام، هشيلها من على النار. انا شلتها من على النار فعلا، حطيتها على العين التانية الباردة دي تبرد معايا، لان مش هحطها سخنة كده قوي، فتبرد شوية تهدى. معايا كاسات القمر دي الحلوة قوي، حلوة بنتي جايبها لي هدية، فقلت لها والله لا نعمل فيها ايه، الكنافة. قلت لها اعمل لي كنافة بالمانجا، انا عندي المانجا في الفريز. قالت لي لا خليها مرة تانية تعملي لنا الكنافة بالمانجا، في صينية يعني بالكريم شانتيه. قلت لها حاضر. فحطيت طبقة كنافة وطبقة مهلبية، وبحط معلقتين شربات كده او العسل بتاعنا، واكمل بالكنافة بتاعتي واكمل بالكريمة. كانت والله والله في عز ان كان سقع، الجو سقع جدا، سقعة سقعة، وعجبتنا، وما شاء الله ما شاء الله على الجمال. كل واحد خد طبق وعايز تاني. قلت لهم منين بقى نص كيلو، المرة الجاية نجيب كيلو. بألف هنا وشفا على اللي دقها واللي كلها معانا. يا رب تعجبكم. حاجة بسيطة لعيالنا وهم بيذاكروا، واحنا قاعدين جنبيهم، نعمل لهم بقى نسكافيه، نعمل لهم شاي بلبن، نعمل لهم حاجة حلوة. اي حاجة والله. لو عملتي طبق المهلبية ده واديته لهم، حاجة من الآخر يعني، حاجة جميلة جدا. بألف هنا وشفا على ولادنا وعليكم، أغلى ناس وأجمل حبايب لينا. إيه رأيكم؟ عملت كام كاس أهو، عملت للعيلة، وكان ولاد ابني كمان عندي، وأسيل القمر بنت أختي العسل، ربنا ينجحها ويفرحها ومامتها تفرح بيها يا رب. جت لحقت طبق. هي بصي لقيتها جت عندي وانا بصور، وايه قالت يا خالته انا عايزه طبق. قلت لها يا قلبي، ده انا عينيا، عينيا ليكي يا حبيبتي، احلى طبق. بس كده اديتها طبق، وقلت لها حاضر، انا اما اعمل المره الجايه هعمل لك احلى طبق يا اسير. ربنا ينجحك يا حبيبتي وينجح كل اللي عنده ولاد بيمتحنوا، ربنا يفرحنا بيهم، اللهم امين. ايه رأيكم؟ انا شاطرة بقى، قدرت ايه في الساعة دي. هقوم اعمل لايه، لهشام وال والرؤى والجنة والياسين وال والأسيل، ومين تاني، ولولادي كلهم، وأولهم بابا أبو هشام بيحب الكنافة موت. فأنا بقى إيه، فاجئت الكنافة دي والله والله، بقالها تيجي 3 أيام ولا 4 أيام في الفريزر. معرفش إيه الكسل ده، قلت لا مفيش كسل بقى. عملت لهم الجلاش، وبعدين تاني يوم أو تالت يوم تقريبا عملت لهم الكنافة الحلوة السهلة اللي يخلصوها هوا، وبألف هنا وشفا على قلبهم. لازم نريح ولادنا ونبسط ولادنا. يا رب يكون عجبكم، وبألف هنا وشفا. وإيه ونقول إيه، نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.